السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. السرطان مرض العصر انتشر بكثرة، لكن بيعصر القلوب، وعلاجه كمان مش سهل لأنه بيبقى متنوع. ممكن جراحي، تدخل جراحي يشيل الجزء اللي فيه الألم أو فيه الورم، أو إشعاعي أو كيماوي، أو ممكن يجمع ثلاثة مع بعض. لكن في كل الأحوال علاجه صعب، وعشان المرض ده انتشر ومات منه ناس كتير، أصبحت كل الناس بتخاف منه، وكمان بتعمل له حساب كبير قوي. لكن سبحان الله، تعالوا مع بعض كده نشوف هو السرطان عبارة عن إيه الأول. السرطان عبارة عن نمو للخلايا غير طبيعي بسرعة أعلى من الطبيعي، وبيبقى النموات دي بتبقى موجودة في أماكن مختلفة من شخص لآخر لا قدر الله. فبتحتاج إما تدخل جراحي لو جسمه يتحمل، ولو جسمه ما يستحملش بنشوف بديل للكلام ده. طيب هو في بديل للوقاية منه؟ فعلا. نيجي مع بدايات الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان يخلقه بالكمال، وتفرد ربنا سبحانه وتعالى في كمال الصنعة. بيخلق الإنسان وهو صحيح البدن، وكمان يرزقه بنعم ويديله سبل للإعاشة. الإنسان بخالف كل الكلام ده. لو في طفل اتولد وفي بعض الأمراض الوراثية أو نتيجة عدم تغذية الأم بشكل كويس، بتبقى مشكلة من الأم ومن الأب، أو من العوامل الوراثية أو الضغوط النفسية أثناء حمله. لكن عندما يولد الطفل سليم، ربنا أمرنا ان احنا نتتبع الطبيعي المقدر لي من الله سبحانه وتعالى عشان ننعم بالصحة. طيب ازاي اقدر اقي نفسي مرض السرطان، وازاي اعالجه او اقلل اعراضه قدر الامكان؟ في وسائل مهم جدا نعمل حسابنا ليها. الأول مدخلات اللي تدخل الجسم، إن كان أغذية أو مية، ودي ربنا سبحانه وتعالى قدر الطبيعي الجيد لينا اللي لازم ناخد بيه. اللي بعد كده الضغط النفسي، مهم جدا نرتاح نفسيا. ولو الموضوع ده مش مهم، نعرف ان امرنا بالتبسم في وشوش وفي وجوه بعضنا، لان الاثر النفسي رائع على الصحة سلبا او ايجابا. يبقى الابتسامة صدقة وكمان صحة. الحاجة التانية، ان انا لما احكي واشكي لربنا سبحانه وتعالى ويبقى بيني وبين ربنا وصال كبير، اكيد الايمان بيقلل الضغط النفسي على عباد المخلصين. اللي بعد كده المية، مهم جدا تبقى نقية وطازجة، وتبقى مية سليمة مكتملة الأملاح المعدنية اللي ربنا قدرها فيها. وهنا بقى بنقول ناخد بالنا من الفلاتر ومن المية الغير صحية، وناخد بالنا من المشروبات التانية غير المية، الكافيينات الكتير والمركبات اللي طعمها حلو قوي لكن غير صحية على الإطلاق، بتزود بعض العناصر في الجسم، ويبقى ده على حساب عناصر تانية، وفي الآخر صحتك هي اللي خسرانة. الطبيعي مفيش أروع منه. يبقى الضغط النفسي والمية، وحاجة كمان الإسراف في الأدوية. الناس اللي بتاخد أدوية عمال على بطال، عايزة تسهر تاخد حبوب عشان تسهر، عايزة تنام تاخد منوم، عايزة حاجة تظبط المزاج عن الأدوية، عايزة تقوي نفسها جنسيا إلى أدوية. الحقيقة إن مفيش دواء إلا وله يعني سايد افكت او عرض جانبي بيختلف من دواء لدواء، لكن في الاخر بيقع ضرر صحي لانه بنشط شيء على حساب اشياء اخرى. لازم ناخد الدواء عند الضرورة القصوى وبتعليمات طبيب. ده لا اقدر اقوله في موضوع الادوية. تعالوا بقى على اهم عنصر، الاغذية. الحقيقة المهم ان الاغذية لو موجودة بشكل طبيعي وموسمي، يبقى عايزين جهاز هضمي ايه قادر على التعامل معها، هضمها وامتصاصها وحرقها واستخلاص النوافع الكتير اللي فيها. وده أقل شيء ممكن أوفره لجسمي وأوفره لصحتي، إن أنا أعمل على تنشيط جهاز الهضمي، وكمان ترتيب وتنظيم وتواجد الأغذية الطبيعية كما وكيفا. بمعنى إيه؟ أنا ليا 3 وجبات في اليوم على الأقل، حتى لو بكميات مش عالية، لكن 3 وجبات عشان احافظ على تواجد الضغط والسكر بصورة منتظمة في جسمي. طيب ده من ناحية الكم. الكيف، ان انا ما اكلش اي حاجة صناعي، اكل الطبيعي فقط، ودي اللي هنتكلم فيه، الغذاء الصحي اللي يكسبنا الصحة. الحقيقة الجهاز الهضمي هيبقى نشط جدا بتواجد ألياف. الألياف اللي موجودة في الفاكهة والألياف اللي موجودة في الحبوب الكاملة مهمة جدا تواجدها في كل وجبة. الناس اللي اتعودت على أكل الحبوب الكاملة بدون ردة، الفينو والباتيهات والمخبوزات،
طعمها ممكن يكون حلو لكن ممرضة، مش هنقول أكتر من إنها ممرضة، وعلى المدى البعيد بيبقى فيها مشاكل في القولون لا حصر لها. وأسمع بقى قولون عصبي وسرطان قولون والحاجات دي. الأول فتش في أكلك. يبقى الألياف اللي مش دايبة بتنظف أو بتساعد على حركة الأكل جوه الجهاز الهضمي، ورائعة رائعة الأثر للقولون وصحته. طب والألياف الدايبة، ما هو في نوع من الألياف بتدوب في المية. الألياف الدايبة هي اللي بتخلص الجسم من السموم، هي اللي بتعمل بتحيط بكل البكتيريا تقريبا اللي موجودة وتخرجها، وكل العناصر المعدنية السامة، وتبقى سبب في إخراجها. يبقى إزاي تبقى كل النوافع دي موجودة؟ ربنا خلقها في الحبة الكاملة وفي الخضروات والفاكهة، وأسيبهم؟ مش ممكن أبدا. الحقيقة إن عناصر الجهاز الهضمي اللي بيشتغل عليها جوه الجسم بعد ما يبقى كفاءته عالية، إنه ياخد من الكربوهيدرات ومن البروتين ومن الدهون الطاقة، وكمان بياخد منهم العناصر الهامة لبناء العضلات، خاصة في البروتين. النيتروجين اللي موجود في البروتين مهم جدا لبناء العضلات والإنزيمات والهرمونات والمود الكويس والنشاط الذهني. يبقى ما أقدرش ما أسيبش البروتين، ولازم أخده، وأخده بطريقة كويسة تكون سهلة الهضم. بيضاية مسلوقة، اللبن ومنتجاته، اللبن بدون إضافات، مش كل شوية نضيف على اللبن شيء يغير طعمه. مفيش أجمل من طعم اللبن للي معتاد عليه. اللحوم الجيدة اللي بتنمي على الأعشاب الطبيعية، الدواجن اللي بتبقى متربية على العلف الجيد. يا جماعة، الشيء اللي بيكبر بسرعة قيمته الغذائية قليلة. الشيء حطها في دماغكم كده، لما انا بكبر الشيء بسرعه بمركزات اعلاف قيمتها الغذائيه قليله وقيمه البروتين فيها قليله. احاول اربي كل شيء او اشتري او اقتني الشيء اللي اخذ مجهود في تربيته بشكل صحيح، فحصل نمو طبيعي لعضلاته، والعضلات دي هي البروتينات وقيمتها العاليه. شوفوا كده كميه البروتين اللي موجوده في الديك الرومي اللي بياخد وقت قد ايه، او كميه البروتين اللي موجوده في الفراخ، الفراخ المزارع، الفراخ البيضاء، اللي تخيل من 8 ل 12% فراخ المزارع ل 38 و40% الديك الرومي، فرق كبير جدا. او الفراخ البلدي من تقريبا 28%. فعايز اقول لك الشيء اللي بياخد وقت في تربيته هو ده الجيد في قيمته الغذائيه. يبقى الاكل الكربوهيدرات، والكربوهيدرات موجوده فيه، كربوهيدرات موجوده فيه كل الحبوب الكامله، الدقيق بانواعه، بس يكون في رده والا هيتقلب لناحيه ممرضه. وان انا اخد البروتينات في صورها البسيطه السهله، مش اعقدها بالاكل والطهي واساليب الطهي المختلفه، واضيف حاجات كتير على الاكل واعقدها واحط سمنه كتير ودهون. لا، الكلام ده بيتعب الجهاز الهضمي، بيقلل استفادتنا من الاغذيه. نيجي على الدهون طبيعيه، مفيش احلى منها. ان كان في قشطه اللبن او في زبده السمن البلدي اللي بنستخدمها، عموما مفيش افضل من تكامل كوب اللبن مع بعض. لكن ما اجيبش انا او لا اثقل على جسمي بالزيوت والسمن المهدرج واستخلاص الزيوت دي. طبعا مفيش افضل من زيت الزيتون على الاطلاق في تناولنا ليه. لكن وعلى فكره بتقلي بيه وبيدخل الاكل وبتحمل حراره لعند 230 مئوي، فسهل جدا ان احنا نستخدم زيت الزيتون. لكن لو غالي نقلل من تناولنا من الدهون التانية. يبقى اكلنا الطبيعي اللي موجود فيه كل اللي قلنا عليه. حاجة تانية مهمة، الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة المختلفة اللي بتقضي على أي نموات بكتيرية وفيروسية، اللي بتقوي المناعة، اللي ممكن تظبط خلايانا، اللي موجودة في الخضروات والفاكهة. الخضروات والفاكهة الموسمية في شكلها الطبيعي، مش في عصاير وتتحط على الأكلات وهكذا. كل اللي قلنا عليه ده سهل نعمله، وهنقي بيه مش السرطان وبس، لكن هنقي بيه أنفسنا من أمراض كتير جدا. مناعة قوية. وفيه شيء مهم تاني، النوم ليلا لا يعادله شيء في ضبط المزاج والصحة. نام كويس بالليل، وفي النهار هتلاقي نشاطك عالي. كل كميات قليلة، بس كل 3 مرات على الأقل اشرب مية كويسة، ابتسم وخلي اللي جنبك يبقى مبتسم. الأمور هتبقى رائعة جدا. تحياتي ليكم وألف سلامة على الجميع، وربنا ما يعني ما يمرض حد مننا. كل عام وأنتم بخير. سعيد متولي، خبير التغذية العامة والصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. السرطان مرض العصر، انتشر بكثرة، لكن بيعصر القلوب، وعلاجه كمان مش سهل لأنه بيبقى متنوع. ممكن جراحي، تدخل جراحي يشيل الجزء اللي فيه الألم أو فيه الورم، أو إشعاعي أو كيماوي، أو